في ليلة كروية تحولت من منافسة رياضية إلى مواجهة محتدمة، خرج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن صمته وأصدر بيانًا رسميًا أشعل مواقع التواصل وأعاد فتح ملف الأمن داخل الملاعب الإفريقية. فبعد الساعات العصيبة التي عاشها جمهور الكرة خلال مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي وشبيبة القبائل ضد يانغ أفريكانز، أصبح واضحًا أن ما حدث لم يكن مجرد مباراة، بل حدث استثنائي دفع كفل التحرك فورًا. القصة بدأت عندما حل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي في الرباط ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. مباراة كان ينتظر أن تكون قوية، لكنها تحولت إلى فوضى حقيقية بعد اشتباكات عنيفة بين اللاعبين، وأعمال شغب اندلعت في المدرجات، وانتهت بإصابة محمود حسن تريزيجي بعدما ألقيت نحوه أداة حادة من المدرجات. الحدث لم يمر مرور الكرام، فالأهلي أصدر بيانا ناريا طالب فيه الكاف بضمانات قوية، وتنظيم أكثر صرامة، وتطبيق تقنية فار بشكل عاجل في كل المباريات. وفي الجهة الأخرى، لم تكن مباراة شبيبة القبائل مع يانغ أفريكانز أقل توترا، فالأحداث التي رصدها مسؤول الكاف وضعت علامات استفهام كبيرة حول مستوى السلامة داخل البطولة هذا الموسم. وهنا كان لابد من رد رسمي. في بيانه، أدان الاتحاد الإفريقي بشدة ما وصفه بالخروقات الخطيرة لقواعد الأمن والسلامة في المباراتين، مؤكدا أن ما جرى لا يمثل كرة القدم الإفريقية، ولا يمكن التساهل معه بأي شكل. البيان كشف أيضا عن إحالة الملف كاملا إلى لجنة الانضباط، التي فتحت تحقيقا واسعا قد يغير شكل العقوبات، وربما يعيد النظر في آليات تنظيم البطولة كلها. لحظة صمت، الجميع الآن ينتظر ما الذي ستقرره لجنة الانضباط. وهل نشهد عقوبات تاريخية؟ وهل سيستجيب كفل مطالب الأهلي لتطبيق تقنية فيديو وتطوير منظومة الأمن؟ الأيام القادمة وحدها من ستكشف، لكن المؤكد أن ما حدث سيظل حديث الجماهير طويلا.